السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني قد الدنيا دي كلها. معاكم بوسينة حسن، أنا ميك اب ارتست من اسكندرية. ولو أول مرة تتابعيني على القناة انزلي فورا واعملي اشتراك واعملي لايك للفيديو. يلا بينا، النهارده هنعمل لوك جامد جدا مع البنوتة القمر ديت. النهارده اللوك تعليمي جدا جدا. البنوتة هتعمل ميك اب خطوبة تقيل بألوان الذهبي والنحاسي، الألوان اللي كلكم بتحبوها. زي ما احنا بدأنا بالخطوات بتاعنا، مسحنا البشرة كلها بماء ميسلر من جارنيه، وبعد كده هنرطب بالموسترايزر بتاع سان ايفز. خلاص هي هتبدأ طبعا توزع المرطب على البشرة كلها. بعد كده هنيجي مرحلة برايمر لوريال انفاليبل، وده برايمر سيليكون مناسب جدا لجميع انواع البشرة وخاصة الدهنية. هنوزعه على البشرة كلها، وبعد كده هحط هايلايتر ليكويد. ده ماريلو، وانا حولته الهايلايتر ليكويد، وهقول لكم انا حولته ازاي في فيديو خاص جدا هيعجبكم. كنت عايزة ادي منظر الجلد منظر جلوي لحد ما قبل ما احط الفاونديشن. في نفس الوقت عايزة اقول لكم ان هو بيديري تصبغات كتيرة قوي بطريقة ما، وكأنك حاطة كوريكتور، يعني بيدي منظر جلوي للبشرة لامع، وفي نفس الوقت بيوحد لون البشرة من غير ما يدي أي تفاصيل مش لطيفة، بالعكس بيحلي قوي. بعد كده هو خلاص وزعنا كويس الهايلايتر الليكويد بتاعنا بتاع ماريلو. بعد كده هبدأ أحط الفاونديشن بتاعي. النهارده هنستخدم الفاونديشن بتاع كات فوندي درجة وورم. الدرجة ديت جميلة قوي ومناسبة للبشرة الخمري. هنوزعه، خدوا بالكم يا جماعة، ده من الفاونديشنات الهاي اند، برضو مناسب لجميع ألوان البشرة وخصوصا البشرة برضو الدهنية. ده فول كفرج، يعني لما تحطي ما تكتريش. وخدي بالك أي فاونديشن بيأكسد يعني إيه؟ يعني بيغمق درجة. خلاص احنا كده حطينا الفاونديشن على البشرة كلها. خد بالكم زي ما قلت هو تقيل جدا، هنوزعه بالتساوي على البشرة. احساس الفاونديشن بعد الهايلايتر الليكويد بيدي شكل للبشرة صحي جدا وتحفة. بعد ما وزعنا كل الفاونديشن على البشرة، هحط كده تركية صغيرة من عندي أنا بحبها جدا، وده الفاونديشن البخاخ من فوريفر 52. الفاونديشن ده حلو قوي على البشرة، جميل قوي، مناسب للجسم كله كمان. أنا بعمل الخطوة ديت عشان برضو أنا نفسي أدي البشرة منظر جلوي، بنت أمورة جدا وعايزة أنا أبرز جمالها أكتر وأكتر. ما بحطش كتير، يا دوبك بس بوزع الطبقة البسيطة اللي أنا رشيتها. وخلاص كده احنا خلصنا التطبيق بتاع الفاونديشن. هنيجي بعد كده للكونسيلر بتاع تارت، ده درجة فاير. وهبدأ احط كده تحت جفن العين، ما بكترش لانه برضو هو فول كفرج، برضو دوت من الكونسيلر الهاي اند يا بنات، تحفة. هبدأ اوزعه في الاماكن اللي انا عايزة التنوير فيها، اماكن الهايلايت. بعد كده هبدأ ادمج بقى بالبيوتي بلندر الصغننة بتاعتنا كل الكونسيلر. زي ما قلت لكم ما تكتروش يا جماعه عشان ما يبقاش المنظر كيكي، يعني ما يبقاش الطبقات كتير. هنيجي بعد كده لخطوه الكونتور الكريمي. ده الكونتور الكريمي من فوريفر 52. هاخد درجه البراون الغامق، دارك براون دوت، وهبدا ازم شويه الخدود القمر ديت. واتفرجوا على الكونتور، ولو انتوا عايزين يعني فيديو كامل عن الكونتور افتحوا عندكم في القناه، تلاقي فيديوهات كتيره قوي عن كونتور البشره وتنحيف الانف. مش هانسى كمان أعمل الجبهة برضه، لمّا بيكون الجبهة بالمنظر ده عريضة إلى حدٍ ما، برضه لازم أزمّها بالكونتور. والطريقة دي مناسبة جدًا للوش وأصحاب الوش الممتلئ. طبعًا هي ما شاء الله بارك الله أكبر، بس الكونتور فعلًا بيدّي منظر جمالي جدًا لمّا تستخدميه صح وتوزّعيه في الأماكن الصح. وبرضه مش هننسى اللغطة بتاعة الرقبة عشان برضه زي ما قُلت لكم نزِم الوش ونضمه ويبقى الملامح منحوتة وفي نفس الوقت جميلة، وهي ما شاء الله جميلة. بُص باخد كده من عند تحت الودن منطقة اللُغْط، وأبدأ أغمّق المنطقة دي وأوزّعها كويس عشان آآ تدّي النحتة اللي أنا عايزاها للبشرة. خلاص كده أبدأ بقى أعمل contour للأنف، مش باتقِّل أوي، هي مناخيرها جميلة، فأنا ما صغّرتهاش أوي، خلّيتها في المعقول. دمجت كويس contour الأنف الكريمي، وخلّصنا خطوة الcontour الكريمي خالص.
نيجي للخطوة اللي بعد كده، وهي تثبيت الفاونديشن. هنثبت الفاونديشن بتاعنا باللوز باودر بتاعت كيرولان، وبعد كده هبدأ أشيل أي باودر زيادة وانطره بالبراش بتاعتي. مهمة قوي برضو الخطوة دي يا بنات، قوي قوي قوي. هنحط بقى تنت أمرنا اسكندراني، التنت بتاعي. هنحط درجة اللون الخوخي وابدأ أدمجه عند عظمة الخد أو تحت عظمة الخد بشوية فوق الكونتور، يعني ما بين البلاشر الكريمي وخط الكونتور فيصل بسيط جدا مش كتير قوي. لاحظوا ان انا حطيته كمان بعد التثبيت بالباودر، يعني معناه كده ان هو مش بيكلكع في الميك اب، تحفة. اي نعم هو الاصدار بتاعي بس هيعجبكم كتير. هنيجي لمرحلة الكونتور الباودر، وهاخد درجة البراون ديت الخفيفة وهبدأ اعمل بيها الانف. مش هعمل حاجة عند الخدود خالص ولا الجبهة، لان هما اوريدي الكونتور الكريمي كان يعني متوزع كويس وهو لونه واضح، فمش محتاج ان انا اتقل عليه بالكونتور باودر. يعني مش شرط عشان انت عملتي كونتور كريمي لازم تقلي عليه بالباودر. باودر بس لو انت عايزه تبرزي ملامح معينه زي ما انا عملت كده في الانف. بعد ما برزنا ملامح الانف الجميله الحلوه دي، هبدا احط هايلايتر بسيط فاصل في القصبه بتاعه الانف زي ما انتم شايفين. الحركة دي بتفرق كتير جدا يا جماعة، وبتبين كونتور الأنف ونظافته وجماله، وفي نفس الوقت بيدي تنحيف ظاهر جدا للأنف. هنيجي بعد كده نرسم الحواجب. أنا هستخدم جيل أنستازيا سوفت براون. بصوا يا جماعة، انتوا لو عايزين تشوفوا فيديوهات كاملة على القناة هتلاقوا فيه فيديوهات كتيرة قوي عن الحواجب خطوة بخطوة، فأنا هجري الحتة دي شوية وبعد كده نخش في الخطوات الأهم أشرحها لكم باستفاضة. بعد ما خلصنا رسم الحواجب بالجل هبدأ أحط الماسكارا بتاعت الحواجب من الإيلا جيرل، دي درجة البلوند. هي اللون بتاعها مش بلوند قوي، هي براون أكتر، بس عايزة أقولكم إن ثباتها رهيب وفرشتها صغيرة وجميلة. بعد كده هبدأ أنضف الحواجب بكونسيلر تارت اللي استخدمناه في أول الفيديو خالص. وده شكل الحواجب بعد ما خلصناها. هحط بعد كده الاي باتش بتاعتي عشان نبدأ نرسم العيون. وزي ما قلت لكم النهارده اللوك بتاعنا هيبقى درجات الوان البراون والنحاسي والسيلفر، الوان حياتنا. هاخد اللون الانتقالي دوت، ده لون براون فاتح شويه، مش غامق قوي مش دارك براون، مدي على اورنج شويه. طبعا الاضاءه مش موضحه اللون بالظبط، بس ده لون انتقالي مش تقيل ومش خفيف، وسط. هبدأ اوزعه على جفن العين كله الثابت والمتحرك لحد قبل الحاجب بشويه. الاي باتش يا بنات بتسهل عليكي جدا 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 انك تدمجي الاي شادو بسهوله شديده قوي، وفي نفس الوقت ما توقعيش اي حاجه على الوش او على الباودر بتاعك. هناخد درجه براون اغمق شويه مديه على طوبي، يعني ده براون مدي على طوبي شويه عشان يدي حياه للعين. لو انت عملتي بني خالص هيبقى كده احنا قلبنا على لوك سموكي. انا مش عايزه اعمل لوك سموكي، انا عايزه اعمل لوك سبوت لايت باللون النحاسي. لو انت ما عندكيش الاي باتش دي اللي انا حطيتها تحت العين، ممكن تستخدمي اي لزقه عندك، اي لزقه، اي حاجه متاحه عندك. بدمج اللون كله على الجفن مع الحفاظ على اللون الانتقالي اللي بدات فيه في البدايه. وابدا اخد كورنر العين واعمل سحبه كده للعين بنفس الدرجه، واتقل ايدي شويه في الاي شادو، يعني هغمق الدرجه شويه زي ما انتم شايفين كده. كده انا خلصت العينتين واخدت اللون الانتقالي ونزلت بيه من تحت، ونفس اللون الاغمق سيكا برضو نزلت بيه تحت
خط الرمش من تحت. هاخد الدرجة ديت اللون الشمر الجميل دوت، ده مدي على بيج شوية ما بين الاوف وايت والبيج، وهعمل السبوت لايت بتاعي في نص جفن العين. شايفين المنظر ازاي؟ المساحة اللي انا باخدها هي دي بس، ما باجيش لا قدام ولا في الاخر، هو في نص الجفن، هو ده اسمه سبوت لايت. حاططها كده على جفنين العين، وبعد كده هاخد الجليتر الجميل النحاسي القمر ده برضو من باليت مورفي. الباليت دي يا جماعة اسمها مورفي، وهبدأ احطها برضو على السبوت لايت بتاعي عشان ابرز الشكل اللي انا عايزاه، الرسمة بتاعت السبوت لايت. الجليتر بيفرق كتير قوي، مش لون الشمر بس، بيبرز قوي الرسمة. وطبعا لما هنشيل الاي باتش هتلاقوا الموضوع مختلف تماما. زي ما انتوا تقولوا عارفين الجليتر لما بيتاخد بالصوبع بيبقى شكله اجمل بكتير غير لما تاخديه على براش او على فرشه. هبدا بقى اظبط اللون الانتقالي من فوق عشان لو في اي زيادات طلعت معايا بظبطها عشان تبقى العين شكلها حلو والشغل يبقى نظيف جدا. يلا يا بنات بقى نخش المرحله اللي بعد كده. هاجي واخد فوريفر 52، هاخد الجليتر ليكويد بتاعها وهعمل اضاءه بسيطه قوي. الدرجه دي لونها شامبين شويه، هعمل تدريجه في اللون ما بين النحاسي والشامبين. انا اخدت درجه النحاسي من باليت مورفي، وده اللون الشامبين اللي هو اقل درجه شويه منه عشان يدي اضاءه حلوه للعين. وهجيب الهايلايتر بتاع اوفرا وهاخد برضه درجه لون الشامبين من نفس الباليت بتاعت الهايلايتر، وهبدا اعمل بيها تحت نص الحاجب عشان يدي اتساع للعين وفي نفس الوقت ينور لي المنطقه دي ما تبقاش قافله ولا غامقه. اللوك ده يا جماعه اسمه لوك سبوت لايت. خلاص انا وزعت الهايلايتر، وهبدا كمان بنفس اللون دوت بتاع الهايلايتر الشامبين، هاخد مدمع العين من قدام عشان ادي اتساع للعين. الحركه دي بتدي اتساع للعين واللوك بتاعها بيبقى تحفه في الفينش بتاعها. خلاص شلت الاي باتش، هبدا بقى انضف اي زيادات بالكونسيلر بتاعي بالبرش المبططه بتاعتي. وهبدأ بعد كده اخد اي شادو لونه اسود من نفس باليت مورفي، وهسيحه تحت العين كده، هدمجه واموهه مع درجة البراون بتاعت اللون الانتقالي، وبفرشة رفيعة قوي زي فرشة الحواجب هعمل بيها مدمع العين وكأنها ايلاينر بالظبط. ده الحركة دي بالاي شادو مش بالايلاينر بس، الشكل بتاعها تحفة. اولا لون بيبقى مط ثابت وبيبقى رائع. باليتات مورفي بصفة عامة انا بحبها وبعشقها، 3/4 شغلي بيها تقريبا. خلصنا العينتين، بصوا الشكل بقى جميل ازاي لما دمجوا الاتنين مع بعض. وبنفس برضو درجة اللون البلاك هبدأ اتقل شوية تحت خط الرمش عشان يبرز لي شكل العين واللوك اللي انا عايزاه. ده لوك سبوت لايت مع سحبة عين، مش مجرد انك بتعملي سبوت لايت بس، وكمان بتعملي سحبة عين عشان تدي اتساع للعين وتوسعيها شوية. بصوا انا طلعت اللون بتاع الايشادو الاسود بلاك طلعته على بره عشان يدي احساس الايلاينر. جربوا التركايه دي هتعجبكم جدا جدا، وثباته بيبقى رائع. برضو بنفس اللون البلاك الايشادو البلاك الاسود هاخد العين من فوق، من فوق الجفن من الكورنر الاخير، وبرضو هعمل بيه ايلاينر. الاي شادو لما بتعمل ايلاينر الاي شادو البلاك الاسود، خصوصا لما يكون ثباته رائع ونوع حلو زي مورفي، هيفرق معاكي كتير قوي. اولا لونه بيبقى حلو قوي، بيجمنت قوي، سواده مش وحش، سواده حلو، تقدري تدمجيه مع الاي شادو بطريقه سهله وبسيطه. هاخد بعد كده القلم النود من ريميل لندن، وهعمل بيه الكحل بتاعي عشان اوسع العين. ما ينفعش نحط لون اسود لان في العين كلها، لا احنا هنحط اللون الاسود في مدمع العين فقط، لكن بقيه العين كله هنعمله بدرجه النود عشان يدي اتساع للعين وتبقى العين مش ضيقه. هاخد لون البلاك من فوريفر 52 وهبدا اعمل بيه الجفن العلوي من فوق. الحركه دي مهمه قوي يا بنات، لما الجفن من فوق بيبقى فاضي ما فيهوش كحل بنفس درجه المسكره بيبقى الشكل شاذ شويه، وفي نفس الوقت العين بتبقى شكلها مش بارز. المنظر ده بيبرز جمال العين كتير قوي قوي قوي. جربي تحطي الكحل من فوق في الجفن العلوي. احنا عملنا كده مدمع العين
وبعد كده هناخد الماسكارا بتاعت ايسنس، دي الماسكارا دي ووتر بروف، ماسكارة كثافة، وهنبدأ نسرح بيها الرموش. احنا مش عايزين نكثفها ولا حاجة، احنا بس عايزين نسرح بيها الرمش. وركبنا الرموش بتاعتنا خلاص، وعندكم فيديوهات كاملة برضو عن طريقة تركيب الرموش يا بنات لو انتوا عايزين تخشوا على القناة مليانة. ده قلم البلاك من ريميل لندن، القلم الاسود الكحل، ببرز بيه مدمع العين اكتر عشان ما يبقاش فيه فاصل بين الرمش وبين جفن العين من فوق. تخنت الخط شوية بتاع الكحل عشان ادي اللوك اللي انتوا شايفينه ده. شفتوا منظر العين بقى تحفة ازاي؟ هاخد بقى درجة اللون الشامبين من الجليتر ليكويد من فوريفر 52 وهعمل بيه مدمع العين من تحت خط الرمش ما بين الكحل والرمش عشان ادي اضاءة العين وبرده اتساع. انا كنت بحافظ على اتساع العين، يعني انا هعمل لوك سبوت لايت بالالوان النحاسي الغامق والبراون الغامق، ولكن برضو لازم ادي اتساع للعين لان انا مستخدمة كل درجات يعني قوية. انا مش عايزة يبقى لون العين قوي وفي نفس الوقت مقفولة، لا انا عايزاها تبقى واسعة، خصوصا احنا عندنا عين مش واسعة قوي. بص العين لما اتعمل كده المنظر بقى ازاي، العين وسعت معانا وبرزت وبقت واضحة كده ازاي. طبعا هي مبسوطة باللوك وفرحانة وانا فرحانة بفرحتها ديت. هبدأ بقى أسرح الرموش على بعضها، أدمج الرمش بتاعنا اللي ركبناه مع رمش عينها الأصلي برضو بالماسكارا بتاعت ايسنس. وهاخد الدرجة دي درجة لون شامبين، برضو أنا بعشق درجات الشامبين أصلا، ده كحل فوريفر. وهبدأ برضو أعمل بيه حركة كده في مدمع العين من فوق السحبة اللي أنا عاملاها بقلم الكحل عشان تدي إضاءة قوية للعين أكتر وتبرز شكل اللوك. بصوا المنظر اختلف كتير جدا. مش هننسى طبعا الرموش السفلية، طبعا هسرحها بالماسكارا الجميلة بتاعت ايسنس. دي الماسكارا دي كثافة وإطالة، دي من عائلة برنسس. ماسكارا ايسنس دي ووتر بروف رائعة يا بنات بمعنى الكلمة، جربوها وعلى ضمانتي. وبكده نبقى خلصنا اللوك بتاع العين. وهناخد بعد كده الكومباكت باودر من نوت. كومباكت باودر دي رقم 02، هي على اصفر شويه بس حلوه قوي، بيجمنت قوي، اقارنها بماك تقريبا يعني نفس البيجمنت بتاعها. وهبدا اعمل بيها المناطق اللي انا عايزه انورها في البشره، اماكن التنوير تحت العين ما بين عظمه الخد وفي نفس الوقت عند الدقن واماكن الجبهه من فوق. تقدري تستخدميها للبشره كلها، حلوه قوي قوي قوي، بتخلي اللوك كده في منتهى النظافه. بعد كده هاخد البلاشر بتاعي من باليت مورفي، الدرجة دي على خوخي شوية وبيجمنت جدا جدا جدا. بعد البلاشر هحط السبراي فيكس بلاس سبراي من أوفرا، وهحط بعد كده عليه هايلايتر أوفرا درجة لون الشامبين عشان يقوي درجة الهايلايتر. التركية دي يا بنات بتقوي شكل الهايلايتر جدا وبتثبته جدا جدا على البشرة. استخدمت لها بعد كده روج لونه نوت من براند ميبلين سوبر ستاي. اللون ده تحفة يا بنات، حلو قوي. هبقى اكتب لكم الرقم بتاعه تحت صندوق الوصف. وهبدأ ارسم الروج بتاعي على الشفايف بالطريقة ديت، وهوريكم كده كذا حاجة انا هخلطها على الشفايف. يعني انا مش هكتفي باللون ده بس، لا هدخل معاه كذا حاجة عشان انا عايزة اوصل للوك معين في الشفايف. تابعوا الطريقة وشوفوا التريكات اللي انا هعملها بالظبط.
خلصت خلاص رسم الشفايف، وهبدأ أنضف حوالين الشفايف الزيادات بالكونسيلر بتاع تارت، ده درجة فاير. بعد ما خلصت خلاص رسم الشفايف هجيب لوس باودر كيرولان، وهبدأ ببواقي الفرشة هبدأ أحط الكلام ده على الروج بتاع ميبلين سوبر ستي. على فكرة الروج ده رائع جدا وثباته وهم. ليه أنا عملت الحركة دي؟ هتعرفوا دلوقتي أنا عملت كده ليه. أنا كنت عايزة أفتح درجة الروج سيكا شوية، عشان عايزة أغمق من الأطراف بلون أغمق سيكا، وهبدأ آخد اللون ده يعني لونه مش ماشي غامق شوية من الباليت بتاعت أنستازيا. بصوا أنا عملت إيه، اتفرجوا كويس. بصوا أنا عملت إيه، خدت أجناب الشفايف وغمقتها ووزعت الباقي من فوق وسبت الشفايف من النص. اتفرجوا كويس أنا هعمل إيه. الطريقة دي بتعمل فوليوم عالي أوي للشفايف. يعني انتوا لو شفتوا صورة البنوتة في الأول خالص شفايفها صغننة ورفيعة، بصوا دلوقتي بقت ممتلئة وجميلة ازاي. الحركة دي جميلة تركاية هتنفعك أوي لو انت حابة تكبري شفايفك وكأنك عاملة بوتوكس طبيعي. هبدأ أثبت بقى كل الميك اب بتاعي بالفيكس بلاس من محمود سعيد. ده فيكس بلاس جاف حلو أوي ثبته للميك اب وهم. كده يبقى احنا خلصنا اللوك بتاعنا خلاص. وركبت لها طرحة خلاص ولبستها لها وظبطت لها طرحة تل كده خفيفة. هبقى اوريكم بعد كده في فيديو كامل لف الطرحة للعروسة ولف الطرحة للسواريه واللفات البسيطة سهلة قوي ان شاء الله هوريها لكم في فيديو منفصل. وحطيت لها هير بيس كده هوت مناسب للفستان بتاعها. وكده خلصنا اللوك، اتمنى يكون عجبكم، وباكتبوا لي بقى رأيكم تحت في التعليقات يا بنات. وما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو واشتراك، وخدوا بالكم انا سايبه لكم فيه مفاجاه في نهايه الفيديو في الحته اللي جايه ديت. المفاجاه ان البنوته القمر دي تبقى بنت اختي، وده كان عيد ميلادها، وده كان لوك معمول ليها مخصوص، بس انا تقلت ايدي شويه وقررت ان انا اعمل لها لوك يناسب عروسه وفي نفس الوقت اللوك سبوت لايت، حاجه جديده انتوا ما شفتهاش في القناه قبل كده، ولوك جديد خالص خالص على بنوته. ويلا بينا مع الهيصه اللي جايه دي. وانت احلى من القمر وزياده، كل عام احلى وانت العمر واغلى. سمعونا صفقه وقولوا تقولوا في يوم ميلاده يلا كلنا نقول يلا. اوعوا تنسوا يا بنات لايك للفيديو، لايك لايك لايك. بحبكم قوي. السلام عليكم ورحمه الله. باي باي.